بيبدأ الفيلم بسام اللي هي عايشة في دار أيتام، بس حظها مش حلو قوي يعني. وعندها صاحبة بنت صغيرة معاها في الدار اسمها هيزل. بيصوروا فيديو لكن الديكور بيقع على سام بسبب حظها. بعد كده بتتكلم مع هيزل إنها أهلها الناس اللي يجي ياخدوها يتبنوها من الدار. وبتيجي المديرة تقول لسام خلاص تقدري تمشي من الدار، تقول لها سام لا خليني اقعد شوية كمان يومين كده لحد ما اطمن على هيزل والناس يجي ياخدوها. تقول لها المديرة لا ما ينفعش، انت تميتي فوق ال 18 سنة وروحي ابدأي حياتك بقى. تاخد هدومها وتودع هيزل، تقول لها انها تيجي تطمن عليها لما الناس يجي ياخدوها. وتركب العربية مع سمانسا اللي ودتها الدار. تفتح الصندوق بتاع الدار، بتلاقي صورتها قبل ما تدخل الدار. بتفتكر سام من اليوم ده، بتحزن جدا. تقولها سمانسا انك لازم تدرسي وتشتغلي عشان تبدأي حياة جديدة من تاني. وتوصلها بيتها الجديد. المفتاح بيقع منها بسبب حظها. تديلها سمانسا مفتاح احتياطي تاني. وتبدأ سام تعيش لوحدها، بتحاول تتعود على الحياة الجديدة بره الدار. وبتصحى متأخرة وبتروح عشان تحضر فطارها ولبسها، لكن الحظ الوحش مش سايبها ورده. بتفشل في كل حاجة بتحاول تعملها. وبتوصل للشغل الجديد بتاعها وبتقابل مارف زميلها في الشغل. بيعرفها انها تعمل ايه ويديها طلبات تعملها، لكن حظها الوحش مش سايبها بردك سواء في الشغل او في حياتها اليومية. وبتروح تطمن على هيزل. بتقول لها المديرة ان في 2 متجوزين جايين يفكروا ياخدوا هيزل بدل اللي كانوا هيجوا. بعد كده بتدخل عند هيزل تلاقيها زعلانة وتقول لها انهم مجوش ياخدوها. تقول لهم سام ما تزعليش، انت حظك حلو احسن مني وتلاقي اسرة تانية تاخدك. وتروح سام تقعد على الرصيف معاها اكل. بيظهر قط اسود بيقف جنبها. بتقسم سام الاكل، بتديله حتة بيقرب منها بياكل. تقعد سام تتكلم نفسها وعن همومها. تلاقي سام قطعة صغيرة بتاعت القط واقعة من الأرض، فتاخدها تقول اخد القرش الذهبي يمكن يخلي حظي حلو. وبتصحى من النوم بتلاقي كل حاجة تمام، مفيش أي مشاكل. بتجهز الفطار والشاور بتاعها من غير أي حظ وحش. فبتفرح بقى. بتروح تكلم مديرة الدار تقول لها انها ممكن تزور هيزل عشان تديله القرش الذهبي عشان كان نفسها تاخده. وتوافق المدير على الميعاد. وبتروح شغلها تعمله من غير اي حاجة تبوظ او تخرب. وبتدخل الحمام بتسيب القرش وموبايلها على الرف، لكن القرش بيقع في القعدة. تخش سام تحاول تجيبه، لكن الشطاف بينزل منها نقطة علق على الشطاف، بتتبل مية على الآخر. وتتضايق سام وتتكلم نفسها عشان فشلت تجيبه. بيجي القط الاسود تاني تقول له سام انها خدت منه القرش الذهبي وقع منه في الشطاف. بيرد عليها القط ايه وقعتيه في القعده ازاي؟ تتخض سام تقول له ايه ده، انت بتتكلم زينا ازاي؟ فبيهرب القط منها وهي بتجري وراه لحد عند الزباله. بتشوف هو بيحضر بوابه سحريه بيقع فيها. بتقرب سام من البوابه وتخش فيها. بيدخل القط الاسود بيكلم نفسه. وتظهر سام بيشوفها القط يتخض يقول لها انت جيت هنا ازاي؟ تقول له انت ازاي قط اسود اصلا وبتجيب الحظ؟ يقول لها انا قط اسكتلندي، هناك القطط الاسود بتجيب الحظ بسهوله. فبيجوا شخصين شكلهم غريب وقصيرين بيتكلموا معاهم بوب القط الاسود، وبعد كده بيمشوا. يقول بوب لسام ما ينفعش تبقي هنا عشان انتي بني ادمه ولازم تكوني جنيه. فتقول له عادي ابقى اتنكر. فبتتفق معاه انه يرجع لها القرش الذهبي عشان تديه لهيزل. يقول لها بوب عشان صاحبتك. تقول له سام لو اديتني القرش الذهبي اوعدك انك مش هتشوف وشي تاني. يقول لها ماشي. فيوري لها الكابتن بتاع الحظ دي المسؤولة عن الحظ الحلو للقطط. وتروح سام مع بوب في اوضه الملابس عشان يديلها بوب لبس الجنيات عشان محدش يعرف انها بني ادمه. فبيجوا 2 جنيات بيسلموا على بوب، يشوفوا سام يقولوا مين دي؟ تقول لهم انها جنيه جديده هنا. يستغربوا لانها عملاقه وطويله. وبيمشوا مع بعض. يقول لها بوب هنركب الاسانسير عشان نوصل للمستودع. ويركب بوب الاسانسير بسهوله وينزل ما يلاقيش سام. يقول لها انزلي وتنزل منه، لكن سبب حظها الوحش بتقف. يقول لها بوب يلا اعدلي نفسك عشان نروح المستودع. ويشوفوا جيري الجني بيسلم عليهم. بوب بيعرفوا على سامي ويسألها جيري انت بتروح عند البشر؟ تقول له يقول لها جيري انت بتعمل يقول له جيري انت بتعمل ايه يا بوب؟ يرد عليه بوب انه راح المستودع عشان يرجع الليش الذهبي بتاعه. وبيروحوا هناك وتشوف سام ارض الحظ المكان اللي بيتحكم في الحظ الحلو والوحش. بتيجي الكابتن يقول لها بوب قصري نفسك عشان ما تشكش فيكي. وبتيجي تقول لهم على قولين وتمشي. بعد كده بيروحوا عند البلورات السحريه. بيدخلوا جوه بيقابلوا الارانب اللي شغالين هناك. يبقوا مبحلقين لسام ويقول لهم بوب انها من لا تافهه عادة يا جدعان. ويمشوا. بتشوف سام التنينه يقول لها بوب دي المديره هنا، بس اللي زيك وحظك ده انصحك ما تقربيش منها. وتنزل التنينه تحت ويرمي الخنازير اللي شغالين هناك البلورات السحريه. يقول لها بوب يلا نروح ناخد واحده منها. وبيركبوا حاجه بتطير بيهم. يقول بوب لسام يلا امسكي بواحده وما بتعرفش. يقول له جيري يا عم ده حظها فقري خدها انت. ويمسك بوب بواحده يحطها في الشنطه. يقول لهم جيري انه راح لاسم القروش عشان يرجع القرش الذهبي بتاعها.
ويمشي بوب وسام يوري لك كابلات اللي بتوصل الحظ من العالم ده لعالم البشر، ويروحوا عند الأنابل اللي بيتحكموا في الحظ، وتشوف سام الناس اللي بيجيبوا الحظ الحلو. وبيدخل بوب في غرفة التحكم بتاع الأرانب، يضحك على أرنب منهم ويمشيه عشان يبدأ يحرك الجهاز عشان يجيب القرش اللي ضاع. يوصل جيري للجهاز عشان يرجع القرش، فبيلاحظوا الأرانب إن فيها حد بيتحكم، فبتيجي سام تشغلهم وتغني لهم وترقص لهم ويندمجوا معاها. وفي نفس الوقت بوب بيشغل الجهاز وياخد القرش ويخرجوا من الغرفة. بتيجي الكابتن على الشاشة تنزل قائمة بالمطلوبين اللي سرقوا القروش. اتصل بوب بجيري يقول له الأخبار لقيت القرش؟ يقول له جيري بس لازم أجيب مناديل. بس الجهاز بيتشفت لقسم المهملات. بيروح بوب وسام عند قسم المهملات بالأسانسير. بتنزل سام بتتخبط في الحديدة، بيتقفل الباب على بوب. يقول لها متخافيش هتلاقينا عند قسم العكسي فوقيه. وبتروح تركب العربية اللي هناك، بتحاول تدور عليه وتخش نفق مضلم. بتمشي تدور تلاقي رجله، تشوفه يبص بوب تحتيه يلاقيها، يقولها شيل البلاط وخش عكس. وتدخله وسام ويدخلوا في قسم المهملات. يقولها بوب خدي بالك من التراب عشان جيف لو جه مش هنخلص عشان هو رغاي. يظهر جيف وحيد كارن اللي بينضف التراب يلاقيهم في وشه. تقول له سام انت بتعمل ايه بالتراب ده؟ يقول لها جيف انه بيعيد تدويره في مكنة الحظ. ويقعد يتكلم مع سام ويستغل بوب الموقف ويدخل يدور على الجهاز. تشوف سام السلسلة بتاعته فيها صورة وهو مع التنينة. تقول انت تعرفها؟ يقول لها دي كانت حبيبتي وساعدتني ان اكون مهندس هنا. ويقعد يرغي معاها. ياخد بوب الجهاز يشوفه جيف يقول له ما ينفعش تاخد الجهاز ده ويخرجه بره. تقول له سام انها تروح عند التنينة تتكلم معاها تساعدها زي ما ساعدت جيف. تروح عندها تتكلم معاها عن الحظ بتاعها وتديلها قرش ذهبي وتفرح سام وتمشي. تقول لها ان التنينة بس لما تخلصيه يبقى ارميه في المستودع عشان ما يأثرش عليك. وفي اللحظة دي بيقبض الكابتن على بوب عشان القرش وياخدوه يركبوا العربية. تشوف سام تيجي وراهم وتوقفهم العربية تديلها القرش للكابتن وتنجز بوب. ويشكرها بوب ان اديت له القرش بدل ما تديهولها ليه هيزل. تقول له انها عايزة تساعدها قبل ما تروح لها الميعاد بتاعها. وبيروحوا عند المهملات. تقول سام لبوب انهم يقفوا الحظ الوحش عن عالم البشر وميوصلش للناس هناك. وجيف مش فاضي بيعمل تمارين. بيروحوا يوقفوا الحظ الوحش وبينجحوا. وتروح مع بوب تطمن على هيزل وتلاقيها مستنية الناس اللي جايين يتبنوها وتشكر بوب. وبتمشي سام يوضحها بوب. وفي الناحية التانية بيخرج جيف بيلاقي مكنة الحظ جايبة آخرة وهتفرقع. بيجري وسام وبوب بعد ما عرفوا بيلاقوا الحظ الوحش انتشر في عالم البشر. وبتلاقي هيزل زعلانة ان الناس مجوش يتبنوها بسبب الحظ الوحش. ويبدأ الرابط اللي بيوصل الحظ لعالم البشر اختفى والحظ انتشر في العالم كله اللي هو الحظ الوحش. تقولهم التنينة طلعوا اي قروش عندكم، بتلاقيها ملوثة كلها حظوظ وحشة. يطلع بوب بتاعته بتبقى ملوثة. بيعرفوا ان بوب حظ وحش هو كمان. بتقول له التنينة انت طلعت كدابة بوب. وبيعترف بوب بالحقيقة إنه قط اسمه حظ وحش خد القرش معاه عشان يخلي حظه حلو هنا. وبتعرف التنينة إن سام طلعت بني آدمة، طلعت إنسانة. تقول لها وكان نفسي أرجع. يقولوا لها التنينة والكابتن كل اللي شغالين في الحظ أنت دمرت عالم الحظ بتاعنا، ويسيبوها ويمشوا. وتقعد سام حزينة ويجي بوب يواسيها. تقول له طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ يقول لها بوب مفيش غير حل واحد، إننا نجيب شوية حظ حلو. بس هنلاقيه منين؟ تقول له حظ ممكن نلاقيه في الحظ الوحش هناك. ويمشي يروح عند قسم الحظ الوحش. تيجي فكرة لبوب يقول لها تعالي معايا في أرض الوحوش. يروحوا هناك في أرض الوحوش. يدخلوا المكان زي البار. يتكلم بوب مع اللي بيقدم المشروب يقول له احنا عايزين شوية حظ حلو. وياخدهم يدخلهم في أوضة كده يديلهم جرعة الحظ الحلو. يروحوا مع جيف عند التنينة تديلها برطمانين، واحد حظ حلو والتاني حظ وحش. تاخدهم التنينة تحولهم لحجر، حجرين للحظ الوحش وحجر واحد للحظ الحلو. وتروح التنينة عند موزع الحظ تحط حجر من الحظ الحلو. وتروح عند سام توقفها تقول لها ما تحطيش عندي الحظ الحلو، حط الحظ الوحش عشان انا كنت سبب في العطل ده. وتصمم التنينة وترفض كلامها. تقول لها سام انا اتعلمت ان الحظ مش هو اللي بيتحكم فيا لكن بيتحكم فينا، هي بتبقى قدر. حطيه هنا عشان يبقى فيه توازن بين الحظوظ. تسمع التنينة كلامها وتحط الحجر بتاع الحظ الوحش ويرجع العالم زي ما كان. والوظايف والرابط اللي بين العالمين رجع تاني. وتطمن سام على هيزل تلاقي الناس جم خدوها واتبنوها. ويروحوا يرجعوا الحظ الحلو لأرض الوحوش ويخلوا هناك الحظ الحلو للناس اللي قاعدة في البار. ويشكر بوب سام على اللي عملته ويقرر انه يروح يعيش معاها. وبعد كده بترجع سام لحياتها الطبيعية ومعها بوب بيساعدها. وتروح تطمن على هيزل مع الناس اللي عايشة معاها. متنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس اللي جنبي ده
عشان يوصلك كل الفيديوهات، واعمل لايك للفيديو ده عشان اللايك ده بيخلينا نكمل في المحتوى.